السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اكلة اقتصادية حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم، وهي البفتيك الكداب. المقادير اللي معايا 300 جرام لحمة مفرومة، نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة شطة، رشة جوز الطيب، ومعلقة صغيرة بهارات لحمة. هنحطهم كله على اللحمة ونقلبهم كويس. ومعايا بصلايه متوسطه الحجم وبضايه وثلاث معالق ونص بقسماط مطحون. هفرم البصلايه واحطها على اللحمه فرم ناعم جدا علشان تمتزج كويس مع اللحمه. وهنحط البقسماط 3 معالق كبيره ونص والبيضه، وهنقلبهم كويس جدا ونعجن فيهم كويس جدا علشان اللحمه والمكونات اللي عليها تكون هي واللحمه حاجه واحده زي العجينه كده بالظبط. معايا طبق احط فيه شويه زيت صغيرين، هبل ايدي منه وابدا اقطع اللحمه دي كرات. هقطعها كرات كده، يعني حجم كل كرة من دول حوالي 50 جرام او 51 جرام، مش اكتر من كده. اللي عايز يكبر تمام، او اللي عايز يصغر برضو براحتكم. هبل ايدي برضو زيت واجيب كيس تلاجة عادي من اللي هو بتاع حفظ الطعام، ونمسحها مسحة خفيفة كده بالزيت، ونحط الكورة كده في نص الكيس، واحط عليها الطرف التاني من الكيس، وابدأ اضغط عليها او افردها على حسب الحجم اللي انا عايزاه. ما يكونش رقيق قوي ولا تخين قوي، يعني يكون متوسط علشان يستوي كويس في الزيت. طبعا لما بنضغط عليها لو فتحت منك من الجناب او حاجة عادي بتتعدل بسهولة جدا. هنظبطها بايدينا ونسويها لحد ما تبقى طالعة معانا مظبوطة كده. هنرصها على صينية برضو مفروشة ببلاستيك، وندخلها الفريزر نص ساعة علشان تكون متماسكة. في الخطوة دي لو عاوزة تحفظيها في الفريزر تمام، هتخليها تجمد وبعدين تطلعيها تحطيها في علبة محكمة الغلق أو كيس تلاجة وتحفظيها في الفريزر لوقت الاستخدام. دلوقتي أنا هحطها في الفريزر نص ساعة علشان تتماسك. دلوقتي عدى نص ساعة، بصوا هي كده مسكت نفسها وبقت جامدة شوية، تقدري تتحكمي فيها وتمسكيها كويس. نحطها في البيض وبعدين البقسماط. نحط بقى سنة فلفل اسود علشان بس البيض ما يكونش ليه ريحة مش لطيفة. ونغلفها بالبقسماط الناعم كويس جدا. في الخطوة دي لازم يكون الزيت على النار، ما ينفعش احطها في البقسماط واركنها جنبي علشان ما تنشفش. كل ما البقسماط يفضل على الحاجة فترة بيجمد جدا في الزيت وبيبقى يعني ناشف جدا، مش طعمه مش حلو خالص. يعني وانا بطلع الطاسة الاولانية اكون حضرت اللي بعديه على طول، واحطه في الزيت على طول. وما نخليهاش رقيقة جدا علشان ما تنشفش منك في الزيت. ما بتاخدش وقت، هي زي البانيه كده، يعني مش ما بتاخدش وقت خالص في الزيت. نطلعها على مناديل بقى. ودي كانت وصفتنا النهاردة للبفتيك الكذاب، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. أنا تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.